كان في هذا العالم أصدقاء، كانا اثنين، أحدهما يقول لصاحبه كل صباح: ائذن لي بالهجرة، فيجيبه صاحبه: انتظر، لعل الله يجعل لك رفيقا. كان لا يطيق الدرب دونه، لهذا طرق بابه ذات ليل وقال له: هلم بنا يا أبا بكر. لم يودع أبو بكر أهله، فقد كان محمد صلى الله عليه وسلم كل أهله. ومضى الصديقان في رحلة كتب لها أن تغير ملامح هذا الكوكب إلى الأبد، وتصحح مسار الزمان والإنسان. خرجا تحت جنح الظلام، صديقين أعزلين، في صحراء مترامية الأطراف، كل ما فيها عدو. وقد رصدت قبيلتهم 100 ناقة لمن يأتي بهم أحياء أو أمواتا، لا فرق، لا شهامة الأرض.